كده احنا قلنا هنعمل الوحدات. انا هشبكهم صف صف. تمام، انا هعمل طبعا معاكم مثلث واحد، مش كل المثلثات. ادي مثلا انا عملته اهو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 4 6 8. اول صف 8، تاني صف بيبقى 7. اول واحدة من الحرف بتبقى بني. بعد كده عندي 5 ذهبي وواحدة بني. تالت سطر معايا بيبقى واحدة بني، واحدة ذهبي، 2 بني، واحدة ذهبي، وفي الآخر بني. طبعا ترتيب الألوان والحاجات دي بتاعتك انتي، بس أنا بقول لكم على الرسمة اللي كانت نازلة معانا في ورشة الستارة. تمام. طيب احنا ازاي؟ ادي الاتنين اهمت قصاد بعض. احنا قلنا هجمعهم صف صف، بعد كده اشبك الصفوف في بعض عشان لو معانا حد جديد في التشبيك وكده ما يتلخبطش. ادي الاتنين اهمت قصاد بعض. تمام. اغلبية الشغل كله بتاعنا بيبقى باللون الغامق. اللون الفاتح هنا كمان ممكن. الوردة بتاعتنا يبقى اخر حرف منها التلاتات دي غامقة لو انتوا عايزينها زي الباترون بالظبط. تمام. هشبك اهو، هنزل قصادها واعدي من الثلاث خرزات اهي اهي. تمام. وهاخد الخرزايه تانية وهعدي قصادها برضو بالظبط، وهنزل بالخيط بتاعي تحت كده، وهقفل الفتله دي. نصيحه وانتوا بتشتغلوا، لو اشتغلتوا بالخيط ده لما تيجي تقفليها سيبي حته كبيره شويه. ليه بقى؟ لانك بعد ما تخلصي شغلك وتفنشي تعمليها بالولاعه تحرقي الحرف بتاعها. تمام. لان دي مش زي خيط الغزل بتاعنا او خيط السنارة اللي احنا بنشتغل بيه المفارش. لا، دي لما تحرقي الحرف بتاعها بتضمني اكتر ثبات الشغل بتاعك وانه يبقى كويس. تمام. اهي كده انا عملت اهو. انا سايبه اهي لو انتوا واخدين بالكم عشان اوريها لكم. اهي ده السطر التالت، ده السطر الاول، ده السطر التاني، وادي التالت اهو. بنسويها كده اهي. بتهيألي هي باينه معانا شويه. طيب من السطر الاول للسطر التاني للتالت او الرابع الخامس لحد ما تخلص، هشبك بقى اللي فوق ده مع دي ازاي؟ طب دي معروفه عشان الاتنين قصاد بعض بحط خرزيه يمين وخرزيه شمال. طب هنا احنا بنثبت ما بين البوز. تمام. احنا عندنا اهو في هنا بوز. تمام. وما بين التلات خرزات. تمام. نشوفها ازاي. انا طبعا شبكت جزء هنا معايا في الاول عشان يبان معايا. تمام. ادي الخيط بتاعي وادي الابره. طبعا التشبيك بتاعي كله باللون الغامق اهو كده. الفتله مثلا اهي انا طلعتها ما بين الدورايه دي، هيبقى تحتها طالما الدورايه دي موجوده اللي هي تحت غطسانه لجوه هيبقى يقابلها على طول بوز. هاخد خرزايه. تمام. واعدي من خرزايه البوز بتاعتنا اهي. تمام. اخد خرزايه تانية. انا عندي اهي غطسانه لتحت، ادي 1 2 3. هي حلقاها كلها بتمثل معايا تلاتات، بس فيهم بتقابلني لو هنا 3 هنا بيقابلني قصادها بوز، بعد كده بيقابلني تلاتين قصاد بعض. تمام. بعد كده يقابلني بوز من فوق والتلاتة من تحت مرة ومرة. ادي التلاتة همت. هعدي كده هاخد اهو هنا واخد التلات خرزات بتوعي اللي هما ايه الدوراية الكبيرة. يعني في 3 خرزات معايا الدايرة بتاعتهم بتبقى صغيرة، في 3 خرزات الدايرة بتاعتهم بتبقى كبيرة. واخد خرزاية. تمام. واجي قصاد ال3 خرزات بتوعي
واعدي اهي، واخد التلات خرزات اللي هم دوران صغير من تحت. تمام، يبقى انا عندي 3 خرزات بيبقوا واسعين، الدايرة بتاعتهم واسعة، و3 خرزات الدايرة بتاعتهم مش واسعة اهي. تمام كده احنا وصلنا اهو. ادي دي بقت بوزة عندي فوق، الاول كانت البوزة عندي تحت في الذهبي اهي. تمام، واعدي من3 خرزات. هلاقي دايما انا بعدي من 3 خرزات، ما عدا مره بيقابلني قلنا بوز هي بتبقى خرزيه واحده بعدي منها، هي زي اللي جايه دي كده. انا قابلني البوز فين؟ تحت، يبقى هعدي من الخرزيه بتاعه البوز واحده بس بالشكل ده. تمام، قصاد الخرزيه البوز دي في عندي اهمت، ادي ال3 خرزات الدورايه صغيره، هما 3 زي دول 3 بس مضمومه مش واسعة زي دي اهو. هنزل اهو جنبها واخد ال3 خرزات الواسعين اهو. تمام، هلاقي نفسي بتضم معايا مرة سداسي، تمام، ومرة ثماني. يعني انا لما اعد الواسعة هلاقي معايا ادي 3 فوق و3 تحت، واحدة من الجنب هنا واحدة من الجنب هنا، بقوا 8. وبعد كده مرة سداسي ومرة ثماني، هتلاقيها ماشية معاكي كده، مرة سداسي مرة ثماني. كده هيبقى ايه؟ السطر معايا بيتقفل. تمام، طبعا انا عشان عملتها وحدة انا كنت عايزة اعمل الشريط كامل، وبعد كده هعد واقسم. تمام، يعني هعمل الشريط اللي هي الوحدات اللي فوق دي بطول الماسورة بتاعتي، او بطول البلتكانة، الخشبة، المجرى، زي ما انت عايزة. على فكرة انا ممكن دي اركبها برضو في مجرى، يعني مش صعب انها تركب في مجرى. البوز بتاعها من فوق هنشتغل زي ما احنا شفنا مع بعض، خرزتين وواحدة مثلا كبيرة، او خرزاية واحدة كبيرة، وهعلقها في المجرى. وممكن تعمل طبعا انا لما هعملها كده فرداني برضو هبقى دي ضمان لايه؟ ان لو لا قدر الله اتقطعت من المجرى ما تقطعليش باقي شغلي. وممكن تعملي لها احنا زي ما قلنا سطر او سطرين رباعي مقلوب، وبعد كده ممكن تعملي لها التوصيلة بتاعتها للمجرى. تمام كده اهو ماشيين سوا. بالشكل ده اهو. تمام، يبقى هتيجي معايا ومرة هعدها هلاقيها 8 خرزات بعد التقفيل، ومرة هلاقيها 6 خرزات. تمام، التقفيل بتاعي كله بيبقى باللون البني او اللون الغامق اللي انت هتعملي بيه. ويا ستي انت اساسا ممكن تغيري في شكل الوردة، يعني ما تبقيش مقيدة قوي انت ممكن تعملي كل ورداتك لون واحد، لون واحد، وخلي الدايرة اللي في البداية من جوه دي لون مختلف، هتديكي برضو شكل تاني، هتغير معاكي شكل شغلك. اعملي كلها لون واحد، ما عدا مثلا الحرف اللي من بره ده، الزجزاج اللي ماشي من بره على الوردة يبقى لون مختلف، برضو هتديكي شكل تاني. يعني مش عايزاكي تشوفي الموديل انت شفتيه قدام عينيكي فلازم تنفذيه زي ما هو موجود. جددي، ممكن تعملي مثلا الوردة الغرزة الرباعية لون، تمام، يعني الرباعية دي هتبقى لون، والسداسية من فوق من الحرف لون، إذا الرباعية لون والسداسية من الحرف من فوق لون، هتديكي برضو شكل تاني وهتبقى واضحة فيها رسمة الوردة. جددي، ما تمشيش، ما يقولكيش انا 1 2 3 تمشي انت 1 2 3، اخلفي. ما هو احنا ايه اللي بيطلع لنا موديلات جديدة؟
ايه اللي بيعمل لنا حاجات جديدة احنا بنشتغلها ونبقى عايزين نعمل دي ونعمل دي؟ ما هي فكرة جت في دماغ حد راح منفذها، عجبتك، فانت ممكن تعملي فكرة هتعجب غيرك. هيبقى دايما في تجديد، مش هتقف الحياة معانا خلاص هي الرسمة دي هي الرسمة دي. وممكن تعمليها بغرزة سداسية، يعني الوحدة السداسية اللي احنا متعودين عليها ممكن تعمليها بيها. كده انا وصلت اهو لاخر واحدة. تمام، هحط لها الخرزايه بتاعتها اهي. الخيط معايا طويل همشي بيه واوصل لتحت واكمل بقية الشغل بتاعي. الخيط صغير خلاص هقفلها. تمام اهي، شايفينها بقت ايه؟ ناقصة واحدة. لما اجي اثبت دي هنا هتبقى اهي هتنقص اهي. تمام، طبعا دي ايه هتتثبت، كل بوز هيخش كده في النص اهي. تمام، ادي دي الوحدة بتاعتنا. طبعا هينزل كده الصف ده كله ذهبي، وفي النص هنا فاضل واحدة اللي هي الغامقة، والصف ده هينزل ذهبي، والصف من بره من حواليه هينزل اللون الغامق. طبعا ما شرطش عندي العدد ده، انا بقولك العدد ده بتعمليه في ايه؟ تبع الحجم بتاعك اللي انت هتعمليه. يعني مثلا احنا عملنا اول 8 وحدات، تمام، انا هقيسهم بالمزورة. 8 وحدات دول عملوا كام؟ عملوا 10 سنتي، 20 سنتي، 60 سنتي، 100 سنتي، زي ما عملوا. طبعا انا هقيس الماسورة بتاعتي انا محتاجة كام سنتي. مثلا دي عملت معايا 30 سنتي وانا الماسورة عندي 90 سنتي، يبقى انا محتاجة 3 وحدات. تمام، الماسورة معايا اقل، ممكن اعمل 3 وحدات بس اقل. يعني بدل ما ابدأها ب8 هبدأها ب7، هبدأها ب6، يبقى المثلث عندي 6 بدل ما يبقى 8. ممكن اكبر المثلث، ممكن يبقى 9، ممكن يبقى 10. يعني مش شرط انك تمشي بالظبط، المهم ان هو بيبقى معاكي مثلث عرفتي ترتيبه، من فوق غامق، من تحت اول واحدة غامق واخر واحدة غامق، يمين غامق وفي النص ما بينهم اللون الفاتح. الصف اللي بعديه بتبقى يمين غامق وشمال غامق، وبعد كده واحدة فاتحة يمين وواحدة فاتحة شمال، واللي في النص ما بينهم غامق. وتفضلي نازلة بالتدريج بتاعك. طبعا وانت بتشتغلي بتعرفي تحددي انت عايزة ايه، وبتعملي الموديل بتاعك شكل. ممكن تعملي قلب الرسمة كله ذهبي فاتح، والبرواز بس اللي حواليه باللون الغامق. ممكن تعملي واحدة في النص فاتحة، حواليها غامقة، حواليها فاتحة، حواليها غامقة، صف وصف. يعني براحتك، ما تقيديش نفسك بحاجة معينة. غير كده انتوا كنتوا سألتوني انا عملت دي ازاي. تمام، بصي يا ستي، اي واحدة بقى ان كانت محترفة او مبتدئة او اي شيء ان كان، اسهل حاجة ليكي او لاي حد، هاتي كراسة نص ملي. تمام، ارسمي الرسمة اللي انت عايزاها، ده مربعات فوق بعضها. تمام، هاتي قلم فاتح وقلم غامق، قلم رصاص وقلم جاف، اي اتنين ماشي، وارسمي بايدك المربعات زي ما انت عايزاها تطلع. عايزة يطلع اللون الغامق زجزاج، ارسمي اللون الغامق زجزاج، وبعد كده ظللي باللون الفاتح. عايزاها تطلع مربعة ومربعة، ظللي برضو المربعات اللي انت عايزاها باللون الغامق وباللون الفاتح. خلينا مثلا انا في اللي انا عملتها دي اول سطر. تمام، اول سطر حطيت واحدة غامقة وتلاتة فاتحين. تمام، بعد كده حطيت واحدة فاتحة وتلاتة غامقين، بعد كده واحدة غامقة تلاتة فاتحين، واحدة فاتحة تلاتة غامقين، بقت واحدة وواحدة، واحدة وواحدة. تمام، لحد نهاية السطر بتاعي. كده مفروض ان انا خلصتها واديتك اهي الشكل اللي هو فوق. تمام اهو، واحدة غامقة تلاتة فاتحين، واحدة فاتحة تلاتة غامقين. باجي فوق ببدل واحدة مكان واحدة. يعني هي عندي هنا مثلا بقت 2 فاتحين 2 غامقين، هقوم واخدة واحدة اللي هي 2 فاتحين، هاخد فاتح في غامق،
غامق في فاتح، فاتح في غامق. تمام، بحيث ان يقعوا اتنين جنب، لان احنا كده في عندنا زوايا، بحيث ان يقعوا اتنين جنب بعض نفس اللون، تبقى اتنين اتنين اتنين. صف هيجي معايا مظبوط، والصف اللي بعده هلاقي نفسي بحط في الابره واحده لون وواحده لون. الصف اللي بعده ممكن اكون بحط في كل خرزتين لون في ابره، حسب ترتيب ما هي ماشيه معاكي. تمام، يعني هي مثلا اهي دي نهايتها، المفروض انا هتمشي معايا كده اهي. يبقى انا لما طلعت السطر الجديد، ملناش دعوه باللي فوق ده، خلينا في السطر ده. لما طلعت السطر بتاعي الجديد خدت ايه؟ اتنين غامق، اتنين فاتح، اتنين غامق، اتنين فاتح. بس هي ما انا سايبه اول خرزيه مش شغاله عليها، نخلي بالنا من الموضوع ده. اول واحده بسيبها بشتغل على التالتة، التالتة دي بقت غامقه معايا، يبقى هبداها الاتنين غامق عشان عندي هنا فاتحه. اتنين غامق، اتنين فاتح، اتنين غامق، كده لحد اما باجي الدور اللي بعديه واقفلهم مع بعض. اهي المفروض تبقى ايه اهي كده، عشان يبقى الزجزاج بتاعي ماشي مظبوط. لو هاجي بقى على الحرف هنا وهقوم مقفله الصف مع بعضه، بشوف ايه اللي معايا باقي غامق وايه اللي معايا باقي فاتح، حسب رسمتك وحسب ما انتي بتعمليها. تمام، عايزاها مثلا تبقى اول سطر عندي ده مربعات، كل 4 لون. تمام، وبعد كده عملت الزجزاج الصف اللي بعده. انا كنت عاملاها عشوائي، مش عاملاها بالترتيب او رسمه معينه، بس انت عايزاها تبقى منتظمه معاكي رسمه معينه، لا يبقى انا ارسمها الاول على الورق النص ملي. تمام، مقاسها بقى قد ايه انت بتحدديه، انت بتعملي 10 غرز. وقلت لكم كتير قوي حتى في المفارش واحنا بنشتغل، عايزه تعرفي المقاس. طب ما انا ممكن انا بشتغل بخرزايه 8، انت هتشتغلي بخرزايه 10. غيري عندها المساحه صغيره بس عايزه نفس الرسمه بالظبط، ممكن هتشتغل بخرزايه 6، في ناس هتشتغل بخرزايه 14. فمقاس ال10 غرز في خرزايه 6 غير في 8 غير في 10 غير في 14 غير في كل ما تكبري. يبقى اللي انت هتشتغلي بيه باترونك، او اللي انت هتشتغلي بيه ستارتك، هتشتغلي بيه مفرشك، هتشتغلي بيه اي شيء إن كان، هو ده اللي انا بقيس على اساسه. بعمل 10 غرز منه واقيس بالمسطره او بالمزوره. عرفت ال10 غرز دول هيدوني 8 12 ما هو 10 غرز هنا ممكن تكون اكبر من حجم المسطره. 10 خرزايه ادتني مثلا 10 غرز 10 سنتي، يبقى انا عرفت، يبقى هعمل 90 غرزه ب90 سنتي. في خرزايه تانية تديني مثلا 10 غرز 2 سنتي، يبقى انا عرفت مثلا هعمل 2 سنتي هيدوني 10 غرز. دي طريقة الحساب بتاعتها في أي حاجة بتشتغليها. عايزة تعرفي الشرشوبة بالطول هتديكي قد إيه. أنا قلت سواء ستارتك كبيرة ستارتك صغيرة، هتعملي برقع، هتعملي سجع، هتعملي اللي تعمليه، بتشتغلي أول سطر عندك بالطول اللي انت عايزاه، خرز عشوائي، أي خرز موجود عندك إن كان. هاخده برضو على المزورة وأقوم قايساه، هعرف هو الطول بتاعي ده جاب لي قد إيه. جاب لي سنتي، 10 سنتي، 100 سنتي، زي ما جاب متر، جاب متر ونص. عرفت انا كده بقى اقوم عدة. طالما عرفت المقاس اعد بقى عدد الخرز، اعرف العدد الخرز ده عمل لي المقاس ده. تمام، يا رب نكون استوفيناها وتكونوا كده عرفتوا تعملوا الوحدة بتاعت الستارة للي حابب ينفذ الوحدة دي. وان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسر الحال ونعمل الوحدة بتاعت السجع. ازاي احنا، طبعا احنا قلنا نعمل 6 مربعات. تمام، ازاي بقى احنا نوصل ال6 مربعات دول ببعض، وازاي ان احنا نوصلهم انها تتوصل تبقى ستارة.